أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. أحمد ومحمد وعلي ومصطفى الأربعة صحاب من أيام المدرسة، ولكن المدرسة كانت آخر حاجة مشتركة ما بينهم قبل ما خط سير كل واحد ياخدوا لحتة مختلفة. فمثلا أحمد لسه داخل الجيش علشان كليته كانت 6 سنين ومش عارف ايه اللي جاي بعد كده. محمد خلص جيش ولقى شغل بس فلوسه مش مكفياه رغم انه مرتبط ببنت ونفسه يتجوزها. بالنسبة لعلي فهو خلص جيشه واشتغل ومعاه فلوس كويسة، ولكن قرر ان هو هيفتح البيزنس الخاص بتاعه وهيأجل فكرة الجواز دي شوية أو شويتين. إنما بقى مصطفى اتخرج واشتغل وخطب واتجوز وعنده بنوتة بدأ يدور لها على حضانة تدخلها. الأربع شباب كلهم عندهم 26 سنة، يعني كلهم في نفس السن، في نفس المرحلة العمرية، ولكن كل واحد فيهم في مرحلة حياتية مختلفة تماما عن التاني. السؤال هنا مين فيهم اللي حسبها صح؟ مين فيهم اللي ماشي صح؟ أنا سلمى والنهاردة التلات وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. مين فيكم اختار أحمد إن حياته هي اللي ماشية صح؟ ومين اختار محمد؟ ومين اختار علي؟ ومين فيكم اختار مصطفى؟ ومين مختارش؟ واختياراتكم دي كانت ليه؟ عايزاكم كده تعملوا بوز للبودكاست وتنزلوا وتكتبوا في الكومنتس تحت إجابتكم وبعدين ترجعوا تكملوا الحلقة تاني. للأسف لو حد فيكم اختار واحد بس من الشباب هو اللي صح أو هو اللي لعبها صح فدي إجابة غلط، لأن الموضوع مطلعش صح وغلط، وده عكس ما أنا كنت متخيلة. الموضوع مش خطة مين هيلعبها صح ومين مش هيلعبها صح، مين فهم الدنيا صح ومين معرفش يفهمها، وده بالظبط هو موضوعنا النهاردة. بما اني خلاص داخلة على منتصف العشرينات من اوسع ابوابها، وبصراحة بيني وبينكم ده رقم كبير قوي عليا، وبما ان اغلبكم تقريبا في نفس الفئة العمرية، فانا بقالي حبة دماغي شغالة مش بتقف وفيها اسئلة كتير قوي، في منها اللي بصوت عالي وفي منها اللي بصوت خافت كده في الباك جراوند عامل زي الباك جراوند ميوزك. وفي مرة كنت قاعدة كده بسكرول على تيك توك وجي قدامي فيديو البنت بتتكلم عن العشرينات وعمالة تشير أفكارها وتقول اللي بيحصل معاها. وطبعا التيك توك والألجوريثم عملوا عمايلهم والفيد كله عندي بقى ناس بتتكلم عن العشرينات وتجربتهم، ناس لسه في العشرينات وبيحكوا اللي بيحصل معاهم، وناس خلصوهم وبيحكوا اللي حصل معاهم. وفي كل مرة كنت بشوف فيديو كانت دماغي بترد وتقول أنا هو. بصراحة من هنا قررت ان احنا في حكاية التلات نتكلم عن ما وراء العشرينات. تعالوا نتعرف اكتر عن العشرينات. اغلبنا قبل ما بندخل العشرينات بيبقى عندنا تخيلات كتيرة عنها، والتخيلات دي غالبا بتتلخص في حاجة من الاتنين، ان احنا هنشتغل ونكون مسؤولين ونبدأ بقى نحقق ذاتنا، وان احنا هنكبر وهننضج وهيبقى عندنا الى حد ما حرية اكتر بشوية من اللي كانت عندنا في سن المراهقة. اهلنا يعني هيدونا حرية اكبر بشوية ويبدأوا يثقوا في رأينا اكتر شويتين 3. يعني من الاخر لو جبت حد عنده 15 16 17 سنة وسألته تتخيل لو حد عنده 23 24 25 سنة ايه اللي هيكون بيدور في دماغه او حياته هتكون ماشية ازاي، هيقولك ان هو معاه عربية وبيشتغل وعارف كويس قوي هو عايز ايه من حياته. وده عكس تماما حقيقة العشرينات او حقيقة منتصف العشرينات. بندخل بقى العشرينات برجلنا اليمين، واول لما بنتم 21 سنة بنحس بقى خلاص ان احنا بقينا معترف بينا قانونيا وما بقيناش قاصرين anymore، وبتبدأ تحس انك في البيك بتاعت حياتك. وعلى بقى 22 23 كده تزامنا مع تخرجك من الجامعة بتبدأ الأسئلة تاكل في دماغك، اشتغل في قطاع خاص ولا اشوف شغلانة في الحكومة ولا افتح البيزنس بتاعي، اكمل دراسة ولا اشتغل، اكمل في الشغل ولا اتجوز ولا الاتنين مع بعض، اوافق على العريس ولا استنى حد بحبه، طب استثمر واجيب عربية ولا ادفع مقدم شقة علشان لما الاقي بنت الحلال اعرف اتجوزها، طب اتقدم للبنت اللي قريبتي قالت لي عليها وجابتها لي ولا استنى واحدة بحبها، طب وانا هقابل اللي بحبها دي فين. ومع قربك لسن 25 بيبدأ ما يسمى بالكوارتر لايف كرايسيس أو أزمة
ربع العمر، وبتبدأ تقيم نفسك بناء على توقعات المجتمع ليك وتوقعاتك اللي كنت حاططها لنفسك قبل كده. وبعدين بتبدأ غالبا تحس بالإحباط، لأن بنسبة كبيرة ما بتبقاش حققت توقعاتك لنفسك اللي كنت حاططها، حتى ولو حققت جزء منها ما بتبقاش حققتها بالشكل اللي انت كنت متوقعه، وما بتبقاش حققت توقعات الناس ليك. يعني لو كنت حاطط لنفسك انك باي 25 او لما يكون عندك 25 سنة هتكون اشتغلت في شركة مالتي ناشونال بتقبض بالدولار او بتقبض مرتب كويس، فانت غالبا هتكون اشتغلت في سن 25 في شركة كويسة وبتاخد مرتب كويس يمشيك، ولكن مش بنفس دقة ومش بنفس القيمة اللي كنت متخيل اللي انت هتبقى فيها لما توصل للسن ده. حابة اركن توقعات الناس لينا على جنب، وده اتكلمنا فيه باستفاضة قوي في حكاية هنفرح بيكو امتى، وهتكلم اكتر عن توقعاتنا اللي احنا بنحطها لنفسنا والضغط اللي احنا بنحطه على نفسنا في سن زي منتصف العشرينات. غالبا ما بيبقى عندنا احساس بالالزام كده ان احنا لازم نكون عارفين احنا عايزين نعمل ايه كويس جدا، او لازم نكون عارفين احنا بنعمل ايه دلوقتي، وده بيبقى عكس الواقع. احنا بنبقى ماشيين كده في الحياة واللي هو انا بعمل ايه، هو ايه اللي انا بعمله ده، هو اللي بعمله ده صح ولا اللي بعمله غلط. بنبقى دايما حاسين ان احنا عايزين حد يقول لنا اللي انت بتعمله ده صح خليك مكمل، اللي انت بتعمله ده غلط يعني فكك منه وشوف لك حاجة تانية تعملها. لان كان بقالنا فترة كبيرة دورنا اللي المفروض نعمله كان واضح، يعني طول ما احنا في الجامعة وطول ما احنا في المدرسة دورنا واضح، نروح جامعتنا نروح مدرستنا ونذاكر الكلمتين اللي بناخدهم ونمتحن فيهم، وكانت معالم الحياة واضحة والدوتيز بتاعتنا او المهام بتاعتنا كانت باينة قوي. لكن دلوقتي دورنا ما بقاش واضح، هو انا كبيرة ولا صغيرة، هو انا المفروض مسؤول ولا انا لسه عايش مع اهلي، طب اعمل ايه؟ question marks وعلامات استفهام في كل حتة. والضغط ده ليه اسباب كتيرة طبعا مش هقدر اتكلم فيهم كلهم، ولكن في حاجة هي اللي مخليها هايلايتد قوي كده وواضح قوي كده، ان الحياة مفتوحة، ان السوشيال ميديا مبينة لنا كل حاجة. بتشوف زميلك اللي جاب عربية، وتشوف زميلك اللي خطب، وتشوف اللي اتجوز وانت لسه خاطب وبتدبر مصاريف الجواز، واللي ابنه كبر ودخل المدرسة وانت لسه مخلص جيش وبتدور على شغلانة محترمة تعرف تشتغلها. والفرق بينكم في السن مش هيكون كبير، شهور، سنة، سنتين، حاجة كده. يعني زي ما قلنا انتوا في نفس الفئة العمرية، بس كل واحد فيكم في حتة مختلفة تماما في الحياة. بتلاقي صاحبتك اتجوزت وبدأت تعمل بيتها وانتي بتموفي اون من التوكسيك ريليشنشيب اللي انت كنت فيها، او من الريليشنشيب اللي مش ناجحة اللي انت كنت فيها، فبتبدأي تحسي هو انا صغيرة ولا انا كبيرة. بنبقاش عارفين احنا فين، احنا بنعمل ايه، واللي بنعمله ده صح ولا غلط. والحقيقة بقى اللي اتضحت لي ان احنا مش المفروض نكون عارفين، وان اي حد بيقول ان احنا المفروض نكون عارفين احنا بنعمل ايه في العشرينات من عمرنا ده بيكذب علينا. لان كل واحد ماشي في خط سيره المخصوص ليه، المناسب علشانه، مناسب لطباعه وشخصيته وظروفه، ما فيهاش صح وما فيهاش غلط، ما فيش حد نجح وما فيش حد فشل. واللي اجمع عليه اغلبية الناس اللي تخطوا الازمة دي اللي هم في اواخر العشرينات وانت طالع بقى، اجمعوا ان الوضع بيتحسن كتير، وان حاجات كتيرة جدا بتتغير وبتختلف في اواخر العشرينات وبداية الثلاثينات واحنا طالعين. وان العشرينات ما هي الا فترة انتقالية، المرحلة الانتقالية ما بين كنا في التشايلد هود او في مرحلة الطفولة، هي بقى العشرينات المرحلة اللي بتنقلنا للمرحلة اللي بعد كده، وهي الادلت هود او النضج بقى، وان احنا عايشين حياة الكبار اللي بجد. يعني احنا دلوقتي في عشرينات من عمرنا ما نقدرش نقول ان احنا في حياة الكبار، لان احنا لسه في الترانزيشن فيز او في المرحلة الانتقالية، لسه بنتنقل من التشايلد هود او من الطفولة للادلت هود او للنضج وحياة الكبار. طب هل يعني العشرينات نهايتها وبداية الثلاثينات سحر علشان الناس تقول اللي هم بيقولوه، ولا ايه اللي بيحصل؟ ما احنا عايزين نفهم. بصراحة لو اتكلمت حلقة النهاردة هتطول، والموضوع يعني هنحتاج نستفيض فيه على الآخر.
فده بالظبط اللي هنتكلم فيه اكتر الحلقة الجاية، وفي حكاية التلات اللي جاية الاسبوع الجاي. بس من هنا للاسبوع الجاي عايزاكم تبقوا عارفين ان الكلام ده مش انتوا بس اللي حاسينه، ومش انا بس اللي حاساه. احنا كلنا زي ما بيقولوا كده في الهوا سوا، ماشيينها يعني على الله، بنحاول نفجر اوت احنا عايزين نعمل ايه. وبلاش نحط على نفسنا ضغط ان احنا محتاجين نعرف دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه. بصيرنا هنعرف هدفنا في الحياة هو ايه، هدف وجودنا او السبب ورا وجودنا هو ايه، والحاجة اللي احنا مخلوقين علشان نعملها. وفي نفس الوقت مش معنى كده ان احنا نرمي طوبة كل حاجة بنعملها ونقول ما خلاص هتتحل في الثلاثينات ولا في اواخر العشرينات، اصل هي مش سحر. اشوفكم التلات الجاي عشان نكمل كلامنا. حكاية التلات هي بودكاست اسبوعي موجودة على ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالانجلش. نتقابل التلات الجاي.